إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. قصة نبي الله صالح تحمل في طياتها عبرة عظيمة. عاش في قوم ثمود الذين كانوا يسكنون في منطقة الحجر بشمال الجزيرة العربية. كان قوم ثمود متميزين ببنيانهم الضخم وقدرتهم على نحت الجبال، لكنهم كانوا مشركين وبعيدين عن طريق الحق. أرسل الله نبيه صالح إليهم ليدعوهم لعبادة الله وحده وترك الأصنام، لكنهم كذبوه ورفضوا رسالته. طلب قوم ثمود من نبي الله صالح آية ليؤمنوا به، فأخرج الله لهم ناقة من صخرة كآية عظيمة. بدلاً من أن يؤمن، قاموا بقتل الناقة تحدياً لأوامر الله، فأنذرهم صالح بعذاب قادم إن لم يتوبوا. أهلك الله قوم ثمود بصيحة عظيمة، ولم يبق منهم أحد، وكانت هذه نهاية قوم كفروا برسالة نبي الله صالح.